ايه الاعراض اللي ممكن لو ظهرت او انا بسمعها من ماما او اختي او كده ابدا في مشكله، ابدا افهم، ابدا ممكن بعد كده المرحله التانية ان انا اقرا. قولي لنا كده مثلا ايه الاعراض. في ريد فلاجز كده. اوكي. اول لما حد بيقولها لي انا بقول لها انت بنسبه 99% عندك بطانه رحم مهاجره يعني. اوكي قولي. اول ريد فلاج البيريد اللي هي تقعدك في البيت، اللي هي البنت دي لما بيجي لها بيريد مستحيل تخرج من البيت طوال الايام يعني طول المده؟ لا مش لازم طول المده، ممكن لمده يومين في ال7 ايام. اوكي مش لازم طول المده خالص. لما نزيفي يكون تقيل قوي، لما تكوني بتغيري نايت باد كل ساعه ساعتين، ده برضو ريد فلاج كبير جدا. اوكي. في بقى اعراض تانية اللي هو مثلا عندها بيريد بتوجعها قوي كل شهر وعندها قولون عصبي. عايزه اقول لك ان انا حضرت ايفنت هناك، دكتور جراح قولون طلع قال في ايفنت تبع صحه المراه في كارديف، قال انا لا اؤمن ان القولون العصبي ده اصلا مرض. انا اؤمن ان ده عرض سيمتوم بالظبط، بس ده عرض، ده مش مرض. فاللي عندها بيريد مؤلمه واعراض قولون عصبي ده مور لايكلي ان عندها بطانه رحم مهاجر. ايه كمان؟ الم ظهر مزمن، الام حوض مزمنه، بتحس انها عندها البيريد طول الوقت وهي اصلا ما عندهاش البيريد. وبعدين بقى بعد الجواز الام في العلاقه الزوجيه، تاخر في الحمل. في من 30 ل 50% من الستات اللي عندها تاخر في الحمل مش معروف سببه بيبقى عندها بطانه رحم مهاجر. اوكي. لان ممكن المرض يبقى سايلنت. فالمفروض ان اي واحده بقالها 2 سنين مثلا مش متجوزه ومش بتخلف تشك المرض ده عندها.